الجو ده بقى محتاج ان انت تشغلي الفرن وتعملي شوية قرص فلاحي حلوين كده. هعرف الناس بقى المبتدئة اللي بتخاف من المعجنات، يعني انها ما بتعرفش تعملها او اول مرة تعملها او كده. هقولك تعمليها ازاي، مش هتاخد منك وقت خالص. اول حاجة كده انا كان عندي كوبايتين لبن رابو، فحطيتهم على النار ادفيهم حاجة بسيطة لمجرد دقيقة بس كده عشان الجو اللي احنا فيه. دي كمان كانت كوباية سمنة، اللي هو المج يعني قد المج اللي احنا بنشرب فيه شاي كده. دي بقى سخنتها، يعني اللبن دفيته حاجة بسيطة خالص علشان ما يتفلش معاكي ويبقى ناشف. اما السمنة سخنتها. بعد كده بقى حطيت اللبن في البولة اهوت، وهنزل عليها مج السمنة. هي عشان سمنة بلدي فيها زي مرتة كده من تحت، فما تحطيش المرتة دي، يعني صفيها. كمان هحط معلقتين سكر صغيرين، معلقة اللي احنا بنعير بيها السكر بتاع الشاي، حطيت معلقتين. كمان علشان ما تاخدش وقت معايا في الجو الساقع ده في الخمر، انا هحط خميرة فورية، بس هحط كيسين اتنين مش كيس واحد، هتبقى مظبوطة معاكي على الكمية دي. يبقى انا حطيت كوبايتين لبن رايب، عليهم مج سمنة اللي هو المج الشاي اللي بنشرب فيه الشاي العادي ده. بعد كده حطيت معلقتين صغيرين سكر، وكمان حطيت كيسين اتنين خميرة فورية. بالنسبة للدقيق بقى انا كنت حاطة جنبي كيلو ونص دقيق، بس انا مستعملتوش كله، انا بنزل واحدة واحدة تقريبا كده على الكمية دي. استهلكت كيلو وكوباية، يعني برضو كيلو دقيق وقد المج بتاع الشاي كده دقيق. بس ما تحطيهوش كله مرة واحدة، علشان الدقيق يعني انواعه بيختلف عن بعضه. فتعملي ايه، تنزلي واحدة واحدة وتقلبي، تشوفي محتاج تاني او لا. بعد كده انا قلبته بقلب المعلقه كده لحد ما يندمج في بعضه. وبعد كده انزلي عليه بايدك بقى علشان تحسي بالملمس بتاعه، تعرفي ان هو محتاج تاني ولا لا. فانا لما عملت اهوت حسيت ان هو ملزق شويه كده وطري. حطيت زي ما بقول لكم المج اللي انا زودته على الكيلو. بعجنها بايدي بقى لحد ما تسيب من ايدي ومن البوله خالص نضيفه اهي. اخر تكه بقى عشان يبقى مورق معاكي وجميل، هاتي مكعبين زبده صغننين كده قد مكعبات التلج، تكوني حطاهم على الرخامه وتعجني بيهم كده علشان يبقى سهلين معاكي يعني. لمي بقى العجينه بتاعتك كده وسويها. وكانت امي بقى لما نبقى صغيرين وبتعلمنا مش عارفين يعني نقول لها يعني ايه، نعرف ازاي انه خمر، فكانت تحط لنا حته عجينه في الجنب كده، واول ما العجين يطلع لحدها او يعديها او يغطيها يعني، يبقى العجينه خمرت. ولعت الفرن بتاعنا حوالي دقيقتين بس يدفى كده، ورحت حاطه البوله في قلب الفرن. غطيتها بكيس وبعدين الفوطه وحطيتها. تقريبا ما خدتش والله يا جماعه يجي تلت ساعه نص ساعه ل5 في الخمر. بعد كده بقى لما تيجي تكوريها ما تنزليش على عجين تهبطيه، ما تخرجيش منه الهواء. كمان وانت بتكوريها في ايدك خلي ايدك خفيفة عليها، لميها وسويها كده وما تبططيهوش علشان تتنيها هشة. وكمان لما تركنيها دلوقتي علشان ترفع معاكي مش هتاخد دقيقتين اتنين، يعني انا تقريبا على ما عملتها كده وكورتها كانت ابتدت ترفع. بس انا برضو للتأكيد رحت مغطياها بكيس وكمان بالفوطة. الكمية ديت او الكيلو دقيق ده عمل معايا 20 قرصة. انا عاملاها كبيرة، لو انت عايزة تصغريها شوية هتعمل معاكي من 25 ل30 قرصة. بعد كده بقى ابدأي تبطيط من اول واحدة. تعملي ايه، ما تنزليش عليها تبطيط جامد كده، بطراطيف صوابعك ومن على الطروف، وحاولي ان انت تسيبي لها يعني بطن قبه شويه، ما تضغطيش على الوسط قوي. سمكها يبقى مش تخين قوي ومش رفيع قوي عشان تبقى معاكي حلو. وزي ما بقولك انزلي عليها بطراطيف صوابعك بس كده. طبعا عشان هي ارتاحت، بصوا ما بتاخدش وقت، يا دوب بنزل بايدي كده تكون القرصه اتعملت، ما بتاخدش حاجة. بالنسبة بقى للتسوية، علي الفرن بتاعك على آخر حاجة وسيبيه كده هو يسخن جامد، علشان لو في ناس زي كده الفرن بتاعها ما بيقتش الشعلة مع اللي تحت، فدي بتبقى مشكلة. هو القرص دي بتبقى عايزة نار فوق وتحت تقوم تقب معاكي وتبقى زي العلبة وجميلة كده. فطبعا انا الشعلة كل ما ايدها بتنطفي، يعني هو المفروض يبقى منفوخ اكتر من كده، بس هي النار ما ساعدتنيش قوي. لكن طبعا الطعم مش هيفرق، يعني الطعم زي ما هو زي السكر.
حطيتها بقى في قلب الفرن ومتابعة معاكي. لو انتي النار بتقيد من فوق ومن تحت هياخد لون من فوق ومن تحت معاكي. لو ما بياخدش، لو بتنطفي معاكي الشعلة، يبقى بعد ما يتحمر بسيط يبقى خفيف كده اصفر من تحت كده، روحي مولعة الشعلة بتاعتك بقى، ياخد لون. وخدي بالك يعني مع متابعة جيدة. بصوا شايفين بقى متورقة من جوه ازاي بسبب حتة الزبدة اللي احنا دعكنا بيها العجينة في الاخر. طعمها جميل ونفسها جميل. اللون بقى انت تقدري تتحكمي فيه. انا في ناس تقول لي يعني من ولادي ما تحمريهاش قوي، في حد يقول لي لا حمرها لي كويس، فانا بقيت ايدي فيها كده عماله ابدل دي وانزل دي واطلع دي، بحيث في الاخر ان انا خلصتها كده. يعني انا بحبها بقى طريه، فبعمل ايه، بروح ملمها على بعضها واحط عليها كيس كده بالشكل ده، واروح مغطياها بالفوطه تقريبا يجي 10 دقايق كده تطرى وترد على بعضها تاني. زي ما بقول لكم، اي حد بادئ جديد عايز يعمل قرص اعمليها، ما تخافيش منها خالص، وهتطلع معاكي زي السكر.